احنا هنا ليه؟ كنا مع بعض هنجاوب على أسئلة بتدور في أفكارنا. علشان نعيش الحياة صح لازم نعرفها. احنا هنا ليه؟ سؤال برغم سهولته وبساطته، إلا إن فلاسفة العالم قضوا حياتهم وأفكارهم وتأملاتهم كانت كلها بتدور حول الإجابة عليه. إحنا هنا ليه؟ إحنا جينا إزاي؟ إحنا مين؟ ورغم إن الإجابة سهلة وبسيطة، لكن الفلاسفة اللي اتكلموا فيها كانوا بعيد تماما عن رسائل السماء اللي بتجاوب على كل الأسئلة ببساطة. والبشر نفسهم اللي عرفوا الإجابات كانوا بيهربوا منها لأنها بتخالف هواهم ونفسهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى كده إن ربنا سبحانه لما اختارك خليفة ليه في أرضه كان السبب واضح، سبب واحد: وضع ربنا سبحانه وتعالى للإنسان، وهو عبادته سبحانه وتعالى، إفراده وحده بالعبادة، وإقرارك كإنسان مخلوق بالعبودية لله. ما جيناش عشان نطلع القمر ولا نسافر للنجوم ولا نخرق الأرض ولا نقدر نعمل حاجة من دي. جينا عشان حاجة واحدة بس فيها المعنى الحقيقي لوجودنا على الأرض، وهي عبادة ربنا سبحانه وتعالى. هل العبادة هي الصلاة، الصوم، الزكاة، وتنتهي القصة على كده وهي دي الحياة اللي هيعيشها الإنسان؟ وانت المفروض ان انت خليفة لله في أرضه، تبنيها وتعمرها وتنميها وتسعى وتطلب كل ما قدره الله ليك من رزق وعمل وعلم وخلافه. الصلاة والصوم والزكاة بس؟ بالتأكيد لا. ربنا سبحانه وتعالى عايز كل كلمة وعمل كل كلمة بتقولها، كل خطوة بتخطوها، كل علم بتحصله، كل بناء بترفعه، كل زرعة بتزرعها، كل شيء
يبقى لوجه الله سبحانه وتعالى، اعترافا منك بعبوديتك، إنك عبد مطلوب منك تعمر هذه الحياة وتكون خليفة لله في الأرض، وإيمانا منك بربوبيته سبحانه وتعالى، وإن أنت اللي محتاج ليه طول الوقت، وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد ولا لعباده. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض، خلق الدنيا كلها ليك، وعمل لك كل اللي انت محتاجه، هتصلي تصوم تزكي تتعبد كل العبادات، لكن هتسعى وتطلب رزق ربنا سبحانه وتعالى ليك، اللي انت متأكد ان هو جاي لك لا محالة. لكن السعي والأخذ بالأسباب أساس الحياة على هذه الأرض، ومن متطلبات العبادة. الصلاة والصوم والزكاة ده الشريان اللي بينك وبين السماء، ده الحبل السري اللي بيحافظ على عقلك ونفسك وروحك وجسدك، ويديهم الطاقة للحياة وللسعادة. وما يمنعوش أبدا عن العمل. لا يمكن إنسان يتحرك ويبقى إنسان طبيعي وعلى الفطرة وقادر، عقله سليم وجسمه سليم نفسيته كويسة، بدون الاتصال بالسماء. استحالة. واستحالة إنسان يتصل بالسماء ويتعبد لله سبحانه وتعالى وينقطع عن الدنيا وعن الناس وعن العمل وعن السعي وعن الخير، ويبقى إنسان طبيعي، برضو استحالة. المعاملات أساس الحياة مع الخالق ومع الخلق. في كل مراحل حياتك، وانت طفل صبي، تعامل مع أبوك وأمك وأخواتك وأهلك جيرانك. بتكبر تتعامل مع زوجتك وأولادك، بتكبر تتعامل مع أحفادك، تشتغل تتعامل مع زمايلك، بتسافر تتعامل مع صحبتك. المعاملات في الدنيا مهم جدا ضبطها ومعرفتها، ولازم تكون كلها تتبع فيها أوامر ربنا سبحانه وتعالى، وتبتعد
عن نواهيه. فالحياة كلها هي عبادة لله. ربنا عايزك تقيم هذه الدنيا بالدين. لا حدود لإرادتك وقدرتك عليها. مفيش حدود لإرادة الإنسان وقدرته اللي ربنا اداها له، ولا حدود لعطاء ربك وما يمنحك إياه. مفيش حدود للي ربنا يقدر يديهولك ويمنحهولك. لكن ازاي تطلب وكيف يعطيك؟ فهل العبادة فقط وأداء الفرائض تستقيم به الحياة ونعيشها صح؟ وهل بالمعاملات والسعي والعمل تستقيم الحياة بالاستغناء عن العبادات ونعيشها صح؟ أسئلة وإحنا بنفضفض مع بعض هنجاوب عليها بهدوء وروية وعقل وحكمة وبساطة، عشان نعيشها صح. لازم نكمل للآخر الموضوع. احنا هنا ليه؟ ونعرف المعنى الحقيقي لوجودنا. مهم جدا ان انت تكمل وتسأل وتجاوب. احنا هنا ليه؟ وتعرف المعنى الحقيقي لوجودك عشان تعيشها صح.